زلزال في عالم الكرة، مؤامرة تسقط العملاقين، واعتراف رسمي يقلب الموازين. هل ما شاهدناه كان كرة قدم أم مسرحية هزلية تم إخراجها بدقة؟ ليلة سقوط المنطق، وليلة الظلم الصارخ الذي هز أركان القارة العجوز. ريال مدريد وبرشلونة، القطبين اللذين لا يجتمعان على شيء، اجتمعا اليوم على صرخة واحدة: كفى ظلماً. في قلب أليانز أرينا بميونخ، وبينما كانت العيون تترقب الملحمة، جاءت الصدمة التي لم يتوقعها أحد: طرد كامافينغا. قرار لم يكن مجرد بطاقة حمراء، بل كان رصاصة في صدر العدالة الكروية. كيف يمكن لحكم في هذا المستوى أن يرتكب خطأ يغير مسار بطولة؟ العالم كله وقف مذهولا، والبايرن وجد نفسه أمام طريق مفروش بالورود بسبب صافرة ظالمة. ولم يتوقف الأمر عند حدود ألمانيا. في إسبانيا كانت الكارثة تتكرر: حالة طرد مؤكدة للاعب أتلتيكو مدريد أمام برشلونة تغاضى عنها الحكم وكأن هناك توجيهات خفية. برشلونة الذي كان يقاتل للعودة وجد نفسه يحارب الخصم والحكم في آن واحد. هل هي صدفة أن يظلم الملكي والكتالاني في توقيت واحد؟ لكن القنبلة المدوية فجرها رئيس لجنة الحكام بالفيفا بنفسه. نعم، الاعتراف جاء رسمياً. هناك ظلم واضح تعرض له الفريقان. تصريح نزل كالصاعقة على الاتحاد الإسباني. والآن الحديث لا يدور عن أخطاء تقديرية، بل عن إقصاء متعمد وظلم لا يمكن السكوت عليه. ريال مدريد وبرشلونة الآن في خندق واحد ضد منظومة يبدو أنها قررت استبعادهم قسراً. هل نعيش نهاية زمن العدالة في كرة القدم؟ وهل ستمر هذه الفضائح مرور الكرام، أم أننا سنشهد ثورة من قطبي الكرة الإسبانية لرد اعتبارهم؟ شاركونا آراءكم. هل تعتقدون أن هناك مؤامرة فعلية لإبعاد الريال والبارسا؟